ازاي تقرا السوق العقاري في مصر والعرض والطلب والمناطق النشطة. الجزء ده من اهم واقيم المعلومات اللي موجودة في الكورس، اللي مش بس هتساعد المشتري او المستثمر انه ياخد قراره، ده حتى لو كنت جديد في المجال وعايز تتعلم معلومات تساعدك ان انت تساعد العملاء بتوعك. الجزء ده مليان معلومات قيمة جدا. السوق العقاري المصري مش سوق عشوائي زي ما البعض بيقول، ولكن سوق ليه لغة مختلفة وصامتة بيفهمها اللي بيعرف يركز في التفاصيل بتاعتها. السوق هنا عندنا بيبعت إشارات واضحة بتقول لك هنا في فرص وهنا في مخاطر، ولكن السؤال دلوقتي هل عينك اتدربت على انك تفهم الاشارات دي ولا لا؟ وهل ودنك مدربة تميز الاشارات دي ولا لا؟ وعقلك فاهم المعادلة بتاعت العرض والطلب واتجاه السوق ولا لا؟ لو فهمت الجزء ده هتقدر تسبق غيرك بخطوتين ثلاثة. اول حاجة قراءة السوق ببساطة هو انك تبص على البيانات والمؤشرات وتبص على حركة البيع والشراء ونوعية العرض، وتربط كل ده بسلوك الناس واهدافهم علشان تقدر تحقق هدفك من البداية وانت بتشتري. يعني تكون عارف هي الناس بتشتري ايه دلوقتي وبتشتري ليه، وكمان بتشتري فين، وايه اللي ناقص ومش موجود وعليه عرض زيادة اكتر من غيره. كل سؤال من دول بيفتح لك باب لفرصة استثمار ذكي تخليك سابق غيرك بخطوتين. والجزء اللي بعد كده هو العرض والطلب، اللغة اللي دايما ما بتغلطش. والعرض ببساطة هو كمية العقارات اللي معروضة للبيع او حتى للإيجار، والزيادة في العرض ممكن تكون مؤشر لحاجتين: اول حاجة ان السوق ده تشبع، تاني حاجة ان في طلب، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي مع بعض. والطلب باختصار هو عدد الناس اللي بتدور دلوقتي على العقارات، سواء انها تشتري او انها تأجر. لازم تبقى عارف هم بيدوروا على ايه وبيسألوا على ايه وليه بيدوروا دلوقتي وبيدوروا فين. كل ما بيبقى عندك أسئلة وعندك إجابات الأسئلة ده بيساعدك تروح فين وتستثمر إزاي. والقاعدة بتقول إن زيادة الطلب في منطقة معينة بتساوي فرص للنمو. فالمهم إن أنت تكون عارف أنت دخلت قبل الطلب ده ولا في نص الوقت بتاع الرواج والطلب، ولا في النهاية بعد ما الناس كلها أخدت الفرص المميزة. والجزء اللي بعد كده هو إزاي أقدر أتابع الكلام ده بنفسي. أول حاجة هو إنك تتابع المشاريع الجديدة والطروحات الجديدة، سواء في شركات التطوير او الطروحات اللي بتعملها الدولة، لان لما بتعرف الدنيا بتتحرك فين ده بيساعدك ان انت تاخد القرار بتاعك بناء على قرايتك للمشهد. زي كمان ان انت تكون عارف مين المطورين اللي بيعملوا اعلانات دلوقتي كتير وبيبنوا فين، او الخطة بتاعت البنية التحتية بتاعت الدولة متوجهة فين دلوقتي. لان اللي قبلنا قالوا في الاستثمار العقاري، والقاعدة دي قاعدة عامة مش عندنا هنا في مصر بس، القاعدة بتقول استثمر في مدينة بتستثمر في نفسها. برضو من الحاجات المهمة اللي بتساعدك تاخد القرار هو ان انت تنزل على ارض الواقع في المكان اللي انت قررت انك تستثمر فيه، انك تاخد جولة في ارض المكان وتسأل الناس، تسأل المسوقين اللي بيشتروا ويبيعوا في المنطقة دي للعملاء بتوعهم. كل ده بيساعدك ان انت تكون صورة عن المشهد من ارض الواقع. كمان من الحاجات اللي بتساعد ان انت تفهم مؤشرات العرض والطلب والبيع وحركة السوق هي منصات اعلانات العقارات. مش عايز اقول اسم حاجة علشان ما تبقاش اعلان، ولكن اما بتتابع الاعلانات، حركة الاعلانات بتقول لك حركة السوق شكلها عامل ازاي. الجزء اللي بعد كده هو قراءة المناطق النشطة. السوق العقاري المصري واي سوق عقارات عبارة عن كذا سوق صغير زي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده. واللي عايز اقوله لك هنا ان كل منطقة وليها دورة حياة، زي انها تكون منطقة ناشئة لسه فيها فرص جديدة، لسه البنية التحتية بتتعمل، لسه الاسعار والتسهيلات لسه فيها نسب مخاطرة عالية ولكن فيها مكاسب كبيرة. ودي بتبقى المناطق الناشئة. بتدخل المنطقة بعد كده في مرحلة اسمها مرحلة النمو، ان الخدمات بدأت تظهر والاسعار بدأت تزيد وابتدى يبقى في طلب اكبر على المنطقة او المدينة نفسها.
وبتدخل بعد كده في مرحلة النضوج، وهنا ان كل الخدمات اكتملت والعرض والطلب تقريبا متوازنين، وابتدت تبقى منطقة معروفة من كل الناس. وفي الوقت ده في الغالب الأسعار بتكون استقرت نسبيا، وندخل بعد كده في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التشبع أو الهبوط، وهي إن المنطقة ما بقاش فيها تجديد، البنية التحتية بقت قديمة، الناس بتهرب منها، فبالتالي مفيش زيادة في الأسعار. بالعكس ممكن ناس لو عايزة تبيع بتعرض بأسعار أقل من السوق علشان تقدر تبيع العقار بتاعها وتروح أماكن أحدث أو أماكن أحسن. مش حابب ان انا اتكلم على مناطق نشأة او مناطق نمو او مناطق نضج في الجزء ده من الكورس، ولكن هسيب ده كتمرين عملي تكتب مع نفسك ايه المناطق النهارده اللي اتقال عليها نشأة، وايه المناطق اللي اتقال عليها نمو، وايه المناطق اللي بدأت تبقى ناضجة، وايه المناطق اللي بدأت فعلا يحصل فيها تشبع او هبوط، لان ده واقع بنعيشه حوالينا كل يوم. والنقطة اللي بعد كده هي ازاي اوصل لتحليل حقيقي للسوق. واول حاجة هنا هي مرحلة جمع البيانات، اجمع البيانات من المسوقين اللي شغالين في المنطقة دي او اصحاب الخبرات او الملاك، او ان انا انزل بنفسي على ارض الواقع واسأل الناس. وهنا ندخل لمرحلة مهمة وهي المرحلة رقم 2، ان انا احلل التكرار. كون اني سمعت معلومة اكتر من مرة ده مؤشر بيخليني اقف عند المعلومة دي واحاول اوصل لاصلها. والجزء اللي بعد كده هو اني اوصل لحقيقة السعر واربط بين السعر والطلب، لان لو السعر زاد ومفيش طلب فده تضخم وهمي، اما لو السعر مستقر نسبيا وفي طلب ففي هنا فرصة للنمو ممكن استغلها. والجزء اللي بعد كده هو ان افهم سلوك المستهلك واسأل نفسي سؤال بسيط وواضح وصريح: هم الشباب دلوقتي بيدوروا على ايه؟ او المستثمرين دلوقتي بيتوجهوا لايه؟ وكمان الناس بتحب تشتري الجاهز ولا تحت الانشاء؟ كل سؤال من دول بيفهمك الناس بتفكر ازاي، بيرتب لك افكارك وبيساعدك تاخد قرار مظبوط في استثمارك. طيب الجزء اللي بعد كده هو شوية أخطاء الناس بتقع فيهم في البداية. وأول خطأ وأهم خطأ هو الاعتماد على إحساسك فقط. الاعتماد على إحساسك ما ينفعش مع مؤشرات واضحة، لأن إحساسك وارد يغلط ولكن المؤشرات والأرقام ما بتغلطش. والخطأ التاني هو تكرار تجارب الآخرين بدون تحليل، لأن زي ما قلنا قبل كده اللي يناسب حد تاني وارد ما يناسبنيش. وكمان الخطأ اللي بيقع فيه اغلب المبتدئين في الاستثمار العقاري هو الانبهار بالاعلانات فقط. العقار مش مجرد اعلان، العقار فيه تفاصيل كتير واحنا بنتكلم فيها مع بعض وبنحاول نحللها، علشان مش كل اللي بيلمع ذهب، ولكن لو بصينا كويس هنعرف نختار الفرص المناسبة اللي على مقاسنا. طيب الجزء ده حابب اكلمك فيه على شوية مؤشرات لو ظهرت في المكان اللي انت بتفكر تشتري فيه هيساعدك ان انت تقولك ان المكان ده هينور في المستقبل او هيبقى فيه فرص للنمو. اول حاجة طريق جديد بيتفتح. فاكر زمان اول ما اشتغلت على العقارات بتاعة الساحل كان لسه محور الضبعة بيتعمل، فكنا بنقول للناس ان المحور ده اول ما يخلص قيمة العقار بتاعك هيزيد، وبالتالي الناس اللي سمعت الكلام واشترت قبل المحور زادت زيادات اكتر من اللي كنا متوقعين انها تحصل من السعر قبل ان المحور يخلص او الطريق يخلص وبعد ما الطريق خلص. علامة تانية او حاجة تانية بتقولك ان المنطقة دي هتنور هي فكرة ان في مول كبير او جامعة خاصة جديدة او مدارس انترناشنال موجودة في المنطقة. مولات او الجامعات او المدارس الانترناشنال بتبقى دارسة خطواتها بشكل محسوب، فكون انها تفتح في منطقة اذا المنطقة دي فيها نمو كبير في الفترة الجاية. كمان اما شركات كبيرة بتنقل مقراتها للمنطقة اللي انت عايز تستثمر فيها، او مصالح حكومية او هيئات كبيرة معروفة تخص الدولة نقلت في مكان معين، ده معناه ان المكان ده هيكون محور اهتمام في الفترة الجاية. وطبعا زي ما اتكلمنا على الطرق بنتكلم على
قطر او مترو او مواصلات بشكل عام في مدينة جديدة، وجود حاجة زي كده بتسهل وصول وحركة الناس، ده بيعمل رواج كبير للمنطقة وبيسهل الوصول ليها، فبالتالي أسعارها بتزيد في المستقبل زيادة أسرع من مناطق تانية ممكن تكون كويسة ولكن ما فيهاش الحاجات دي. كل مؤشر من دول بيغير المعادلة في اختيارك وبيغير المعادلة في السوق، فوانت بتشتري حاول تحط الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي في الحسبان. واخر حاجة حابب اكلمك فيها هي ان العقلية الاستثمارية بتكون رادار للفرص، بتعرف الفرص فين وتتحرك عليها. وعايز اقول لك كمان ان مش شرط تكون محلل اقتصادي ولا خبير مالي ولا محلل بيانات ولا حتى صاحب شركة عقارات عشان تقدر تعمل ده. انا قابلت ناس عادية خالص بتعمل ده بمنتهى السهولة وقدرت تحقق مكاسب كبيرة جدا. كل الموضوع ان انت تعرف المعلومة وتطبق المعلومة وتكرر تاني ان انت تطبقها مرة مع مرة، بتبدأ تكون عقليتك الاستثمارية، لانك لو دربت نفسك على انك تشوف الفرص هتشوفها حواليك في كل مكان. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس، وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.